حرفيا دي احسن حاجه في الصيف النهارده هتجربوها. يلا بينا نبدا، بسم الله ونصلي على الرسول. اول حاجه كده كان معايا منجايه حطيتها في الفريزر تجمد شويه صغيرين، وبعد كده حطيت عليها 3 معالق من السكر، وبعد كده حطيت عليها كيس كريم جانتيه، وبعد كده حطيت عليهم 2 او 3 معالق من القشطه او وش اللبن كده زي ما انا ما عملت، وبعد كده بقى احط عليهم 4 معالق من اللبن الحليب، وبعد كده هضربهم في الكبه ضربا مبرحا بالشكل ده. عايزه اقول لكم طالعه كريمي وتحفه جدا، بصوا الحلاوه، سموزي كده وحاجه تجنن بجد. هتحطيها بقى في التلاجة كده في الاطباق بتاعه اللي هي الايس كريم كده زي ما انتم شايفين، او ممكن تحطوها في طبق عادي جدا. انا هيتبقى معايا حبه كده بعد ما حطيت القوالب بتاعه الايس كريم دي، هقوم جايه باقي لي حبه صغيرين كده، وهقوم جايه حطاها في العلبه بتاعتي بالشكل ده. طبعا تقدري تعملي الكميه كلها في العلبه، وحاططها في الفريزر كده لمده ساعتين 3. وبعد كده بقى هتجيب شوكولاته سايحه، ويا ريتني ما جربت التجربه الفظيعه دي. طبعا بصوا شكلها حلوه ازاي، مانجا دي ولا مش مانجا، ايس كريم ده ولا مش ايس كريم، متعلمين يا بتوع المدارس، تحفه جدا بجد. فكره بقى بصراحه الشوكولاته دي، انا حطيت عليها شويه زيت وشويه لبن، خففتها ما بقتش بتمسك، بصوا. بس عايزه اقول لكم طعمها كان بجد يجنن. اللي اتبقى بقى اللي انا كنت سايباها ديت حطيتها في الاطباق كده، وبعد كده حطيت عليها الصوص بقى اللي انا كنت عاملاه اللي هو بتاع الشوكولاته البيضاء اللي انا قلت لكم عليه، اللي انا بوظته دوت بحبه الزيت واللبن اللي انا خليتها تخف. بس عايزه اقول لكم عمل صوص حلو جدا للجيلاتي دي، بصراحه كان تحفه، جامد جدا بجد، تحفه قوي وسموزي كده وطريه، وبجد تجنن، حلوه جدا لحر الصيف اللي احنا فيه ده. عايزه اقول لكم التانية بقى حطيتها في التلاجة عشان تمسك، مش عايزه تمسك اطلاقا، بصوا بقى طعمها كان يجنن بجد. اتمنى تجربوها وتكتبوا لي في التعليقات.